الفيديو بتاع النهارده ده يا صديقي هنشحن مع بعض السيزون الجديد ام 16، وكمان هقول لكم على افضل طريقه نقدر نشحن بيها السيزون بشكل مجاني وطريقه مضمونه 100%. وفي اخر الفيديو ان شاء الله يا صديقي هختار 2 من الكومنتات من الفيديو اللي فات، طبعا ان شاء الله اشحن لهم رويال باس او اديهم اكواد طبعا 325 شده وهم ان شاء الله يشحنوا السيزون. عشان ما اطولش عليك يا صديقي، طبعا اهم حاجه وقبل كل حاجه اتمنى الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وانزل حالا كده اعمل لنا لايك الفيديو ده واشتراك في القناه، وما تنساش تفعل زر الاشعارات على الكل. وهقول لك سبب تفعيل زر الاشعارات على الكل وبكررها في كل فيديو، ان احنا يا صديقي يوميا بننزل اكواد شحن شدات ببجي مجانا في الكومنت المثبت بعد نزول الفيديو ب5 دقايق. يعني يا صديقي اول ما يوصل لك اشعار بالفيديو ادخل على الفيديو حط لنا اللايك الجميل واستنى الكومنت المثبت، وان شاء الله تلحق تشحن الكود. طبعا يا اصدقائي باقي وقت قليل جدا، تقريبا 7 دقايق ل 8 دقايق على بداية طبعا الرويال باس. خلينا نستنى بداية الرويال باس ونفتح مع بعض الرويال باس الجديد ان شاء الله ونستعرضه مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين كده بيقول لك انتهى وبدأ الرويال باس ام 16 الجديد. طبعا انا مش متحمس ولا حاجه، لان بصراحه الرويال باس ام 16 ده مش عاجبني نهائي، وطبعا اديله تقييم. انا هسيب لكم التقييم ده طبعا ان شاء الله. تبداوا تقيموا لنا السيزون في الكومنتات. طبعا زي ما انت شايف قدامك كده، زي ما استعرضنا حرفيا بالملي وبالسنتي نزلت كل حاجه، يعني مفيش حاجه زياده ولا في حاجه ناقصه، كل حاجه يا صديقي حرفيا نزلت معانا. ولكن للاسف الشديد ان يعني بصراحه حاجه، حتى اللبسه يا صديقي والعرض الترويجي بتاعها بصراحه انا مش عجباني اللبسه نهائي. اللبسه مش حلوه، يعني ايه الشغل اللي فيها؟ يعني ايه المميز في اللبسه ان انت تنزل لي لبسه في ار بي 50؟ يعني ايه المميز ان هي غير ان هي بس مسك؟ غير كده ما فيهاش اي حاجه مميزه. طيب خلينا ندخل على المخزون الاول كده ونروح نجيب بطاقه الترقيه بتاع السيزون ام 16. ندخل يا صديقي نعمل ترقيه للسيزون. بعد ما نعمل ترقيه للسيزون هنشوف السيزون بقى وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. طبعا عملنا ترقيه للسيزون، انا كده شحنت السيزون. وطبعا اصدقائي زي ما قلت لكم بصراحه السيزون ده مش مفضل عندي، فانا اصلا والله العظيم بشحنه من غير نفس. انت لو ما شحنتوش بالطريقه المجانيه اللي انا شرحها، نصيحه مني ما تدفعش فلوس. زي ما انت شايف كده جمعنا لبسه الار بي 1 وكمان اليو ام بي اللي كل شويه انا بقى معايا مليون سكن اليو ام بي. وبكده يا صديقي احنا شحنا طبعا السيزون. خلينا كده ارجع اشوف، طبعا تقريبا معايا بعض نقاط الار بي، ولكن بصراحه يعني مش هتكمل لي ار بي 2. نقاط الار بي الاضافيه طبعا هعمل لها جمع 86 نقطه، ولكن يا صديقي للاسف مش هتكمل لي طبعا السيزون، او مش هتكمل لي الاوصل ار بي 2. ولكن برضه يا صديقي زي ما قلت لك ان شاء الله انا سايب لكم التقييم. انا بصراحه لو عايزين الراي الشخصي فانا ما اديلوش حتى يعني 4/10. طبعا هنا في صندوق الاسترداد او في الاسترداد نفس الحاجه، يعني ما ضافوش حاجه جديده. ولكن طبعا لو جينا عند صندوق اللي هو بتاع الار بي استرداد الار بي يا صديقي، هنلاقي حرفيا كل حاجه معايا زي ما انت شايف كده، كله عليه علامه صح. مفيش حاجه تقريبا مش معايا غير يمكن عربي الطاسه، سكن الطاسه والسكن اللي جنبها بتاع الاتوبيس ده، والباقي كله معايا حرفيا. يعني انت شايف بصراحة انا معايا كل حاجة في الصندوق، جايب لنا حاجات اساسا معانا. يا بابجي يا بابجي قالوا احنا عايزين حاجات مش معانا. ازاي بقى يا زارو قدرت تشحن السيزون عن طريق طبعا برنامج كواي، او قدرت تشحن السيزون مجانا؟ تعال اشرح لك يا صديقي ازاي انا قدرت اشحن السيزون مجانا. طبعا يا اصدقائي انا اصلا يوميا الاكواد اللي بنزلها دي وشحن السيزون وايا كان طبعا الشدات اللي بشحنها عن طريق برنامج كواي بالشكل المجانا. طبعا انت لما بتنزل البرنامج من رابط الدعوه بتاعي، فطبعا يا صديقي انا بيجي لي فلوس. الفلوس دي ببدا انزل لكم بيها اكواد، وطبعا بحولها على فودافون كاش وابدا اجيب بيها اكواد وانزلها في الكومنت المثبت. طبعا يا اصدقائي مبدئيا عشان نستخدم البرنامج لازم تنزله من طبعا الرابط اللي في الكومنت المثبت. ان شاء الله تبدا تنزل البرنامج من الرابط اللي في الكومنت المثبت، وهتبدا تدخل على البرنامج. بعد ما تنزل برنامج كواي هتبدا يا صديقي تدخل على البرنامج وتعمل حساب عليه. لازم تعمل حساب على برنامج كواي. هتعمل حساب ازاي؟ ده سهل جدا يا صديقي. هتسجل دخول بالفيسبوك او اي حساب عادي او بالجيميل، بس اهم حاجه تخلي العمر بتاعك او السن بتاعك اكتر من 21 سنه عشان يظهر لك علامه الربح. طبعا اصدقائي بعد ما تخلي العمر 21 سنه هيظهر لك العلامه الصفراء اللي انت طبعا اللي موجوده دي، هتدخل عليها وهتبدا انت
انت شخصيا تدعي اصدقائك، يعني انت صديقي تدعي اصدقائك عشان برضو تكسب. بعد ما تنزل طبعا البرنامج من رابط الدعوة بتاعي، تبدأ تعمل دعوة لاصدقائك او موبايلات ما تكونش نزلت البرنامج قبل كده، وطبعا مع كل موبايل اللي هيكون ما نزلش البرنامج قبل كده هتكسب عليه فلوس يا صديقي. طيب الفلوس دي يعني رمزية ولا ايه؟ لا يا صديقي، والله الفلوس دي بتبقى كويسة على حسب. ممكن مرة مثلا لو بالمصري، لو انت مصري ممكن 40 جنيه، 10 جنيه، 30 جنيه، بس بيبقى حلوة. يعني انت مثلا لو 5 موبايلات هتبدأ تجمع تمن الرويال باس. يعني حاجة سهلة جدا وحاجة بسيطة جدا هنقدر نعملها كلنا، وحاجة طبعا والله يعني انا شخصيا بستخدمها. طبعا اصدقائي، بعد ما تبدأ تدعي اصدقائك وينزلوا البرنامج، ازاي بقى يقدروا نسحب الفلوس؟ في عندنا 3 طرق او 4 طرق كمان لسحب الفلوس. لو في مصر عن طريق فودافون كاش، اورنج كاش، او عن طريق فوري، او عن طريق البنك، او انك مثلا لو عايز تشحن رصيد على الموبايل او على الخط عادي جدا. ايا كان الدولة بقى اللي انت منها، في اي دولة تانية تقدر تسحب الفلوس دي عن طريق البنك. لما تجمع مبلغ حلو كده يا صديقي، تبدأ تسحبه عن طريق البنك، وحاجة مضمونة 100%. طبعا يعني مش محتاج ان انا اتكلم عنها، ومش محتاج ان انا اتكلم عن كواي واقول كواي، لا كواي مضمون بنسبة 100% ومعروف والناس كلها عارفة ايه هو كواي. وطبعا الفلوس مضمونة 100% وبتوصل لك عادي جدا، مفيش اي مشاكل. طب انت دلوقتي جمعت الفلوس ومعكش فودافون كاش. طبعا يا صديقي لو معكش فودافون كاش، كلمني في التليجرام وقول لي ازار ان معايا مبلغ كذا، بس يعني لو ما ردتش عليك ابدا كلم الادمن او كلمني تاني كتير، عشان انا عندي رسائل كتير جدا. قول لي ازار انا معايا مبلغ وعايزك تشحن لي بيه الرويال باس او السيزون. طبعا انا هبدا يا صديقي اديك الرقم، تبدا تحول وتجيب لي سكرين وابدا اشحن لك بيه السيزون. وطبعا هعمل لكم عروض برضو ان شاء الله على شحن السيزون، طبعا اصدقائي في الستور بتاعي اللي في التليجرام. تعالى بقى يا صديقي نختار 2 من اخر فيديو، طبعا نشحن لهم طبعا الرويال باس، او نشحن لهم اكواد، ندوم الاكواد، وعلى حسب بقى ما هم ياخدوا الاكواد ويشحنوا براحتهم، عشان يعني ما اغصبش عليه ان هو مثلا اشحن له الرويال باس او لا. طبعا اصدقائي ان شاء الله الموقع اللي هيختار عشوائي، انا مش هعمل اي حاجه، هو الموقع هيدخل وكده وهصفي التعليقات. اللي عامل 100 تعليق ما بيفتش طبعا، يعني يا صديقي هو تعليق واحد بس بتاعك اللي هيظهر، والموقع هيختار 2 عشوائي. يلا صديقي، اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده واشتراك في القناه، وما تنساش تفعل زر الاشارات على الكل. اشوفكم فيديو اخر، مع السلامه، وما تنساش تتابع وتشوف نفسك انت كسبت ولا لا.